كلمة بسبع حروف بيهزوا كياني. زملكاوي لآخر يوم في عمري، ما اللي رباني كان زملكاوي. واسمع كلامي، أنا جنب النادي ده وعمري ما همني أسامي. ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. أنا مش بريء لو كان حبك هو انتهاء. مساء الخير وحلقة جديدة هنا في القناة. ما زالت أحداث القمة رقم 130 مشتعلة. أحداثها حتى الآن لم تحل. كل دلوقتي واحد في الدوري بيتكلم عن الماتش ده. طب يا جماعة، بيراميدز حتى دلوقتي هم خلاص معتمدين ان الاهلي لو ما تخصمش منه ال3 نقط وال3 نقط راحوا للزمالك، لا يا باشا انا راجل مستثمر والله مش هحط فلوسي في مشروع اصلا جاي من ادارته، ادارة المشروع نفسه اللي هم موجودين فيه فشلة. بيعلق فشله، بيعلق الفشل بتاع الدوري على رابطة الأندية واتحاد الكورة. طب اتحاد الكورة حاليا مش مستوعب خالص ان الازمه دي كلها طالعه بسببه هو رابطه الانديه. طب نيجي هنا لشق مهم جدا. إيه هو الشق المهم جدا؟ الا وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي حاليا يعتبر طرف مجني عليه. طرف مجني عليه. طب ليه يا جماعه طرف مجني عليه؟ لان النادي الاهلي حاليا قال لك يا باشا والله انت بعت لي خطاب، الخطاب دوت انا رايح على اساس ان في حكم اجنبي، اتفاجئ بالاخبار ان في حكم مصري وصل الملعب. طيب احنا كنادي اهلي رفضنا والله الكلام ده، طلعنا عن مدينة نصر وحتى حصل خناقة هناك بين السولية والجماهير اللي كانت موجودة وحاضرة هناك في الملعب. طيب الملخص والله يا سيدي هنا ان الزمالك رفض ان المباراة تتأجل. طب هو هل اصلا يحصل تأجيل؟ مستحيل. مستحيل ان الزمالك يعيد اللي حصل يوم 11 ده تاني. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ الموسم اللي فات لما الزمالك ما راحش الملعب، ما راحش المباراة يوم 24/6، الدنيا الكورة بعدها بحوالي 6 ساعات بعت فاكس نادي الزمالك وقال له انت خسران ب3 نقط بتوع المباراة و3 نقط كمان بتوع نهاية الدوري. طب هل ده هيفضل مكمل معانا؟ ده هيحصل بكرة وده معايا الخطاب حاليا اللي هيطلع بكرة والقرارات اللي هتطلع بكرة في من رابطة الأندية، ألا وهي خصم 3 نقاط من النادي الأهلي وزائد خصم اللي هو يدوا 3 نقاط لنادي الزمالك في 6 نقط. ال6 نقط دول طاروا من النادي الأهلي كده في ماتش. أول مرة تحصل في النادي الأهلي الموسم ده والموسم اللي فات من 5 مواسم، يعني هنتكلم 5 مواسم والدنيا مش تمام يعني. فبدل الأزمة بقت ما كانت موجودة بين اتحاد الكورة والرابطة والأهلي، بقت الأزمة موجودة بين اتحاد الكورة والرابطة والأهلي وبيراميدز. إن بيراميدز دلوقتي قال لك يا باشا والله ده أنا اتعادلت آخر ماتش كده كده والدنيا عندي بايظة، فلا يا باشا أستغفر المال إكره وبشوف حد يرد معايا أنا كمان. مين المستفيد ضرب والخبط والرئاسة ده كله؟ أنا لغاية دلوقتي أنا قاعد محترم لحد الآخر وأشوف آخرها معاك إيه. والله يا باشا أنت لو عايز تأجل، عايز تعيد الماتش تاني، أنا مش رايح وهصعدك. طب لو أنت صعدت انت كده كده مع الاهلي بقى عاملين ملف كبير هتصعدوا الفيفا. فلو اتصعد مشكلة كبيرة جدا هتحصل. نرجع تاني ونسأل السؤال، هل من حق الاهلي هو يطلب حكام اجانب؟ اجابة مننا وانا شايف انه لا، لان انت مش صاحب المباراة. صاحب المباراة نفسه ما طلبش، خلاص انت طلبت في مباراتك انت وجبت حكام اجانب على حسابك انت، خلاص مش من حق. يعني قضي الامر فيها دي، لا ما هوش حقك انت كاهل تطلب مني الكلام ده. لكن لو في اتفاق، لو انت بعت فاكس للزمالك والله يا باشا انا عايز حكم اجنبي، وانت كمان اكيد عايز حكم اجنبي بانك عملت جدول، عملت مؤتمر بس. فنتمنى ان المباراة ما تلعبش تاني، خلاص المباراة خلصت. واتمنى ان الامور تعدي والاهلي ما يطلعش بره مصر. اشوفكم حلقة جديدة ورأيكم ممكن يحصل المرة الجاية تاني. سلام عليكم.